وما يختاره الله لنا هو خير لنا، حتى لو كان عكس رغبته. كل اختياراته صالحة، حتى لو كنا ما بنفهم كل أسبابه. هاي، معرفش شفتوا الفيديو اللي فات ولا لأ، بس روحوا شوفوه لو ما شفتوش. الفيديو ده بعمل فيه نضارات بتاعة العريس والعروسة. عامة بتاعة العريس اهي، وعليها بوسة سليمة مفيهاش أي حاجة، مش هنعمل فيها أي حاجة. نحطها هنا. نجيب بقى بتاعة العروسة، هنحط ايه بقى؟ هنحط فيها نت لسه بتعلم النت الجديد. ما علينا. شايفاك يا اللي ما عملتش ولا لايك ولا متابعني، شايفاك وهجيبك. ما علينا. دي بتاعتي بتاعة العروسة. هو بيبقى كده، في منه ده، وفي ناس بتحط اللولي، بس ايه احنا هنحط ده. مش عارفه باين ولا لا، كده باينه. ماشي، معنينا نفك بقى. وبالايه 8000. ها، مش هنحط شمع، مش عايزين كده. انا بصراحه كنت اعمله بشمع، بس انا يعني فوجئت ان معظم الناس مش بتعمله بشمع. هنعمل ايه بقى؟ نحط هنا كده، بيطلع بصوا بيبوظ، قاعد بيبوظ مع نفسه. ناخد الاسترس ده، ستريس بالث. ايه هنحطها، بس نحاول نظبطها ماشي، عشان ايه كده. هتبقى كده ماشي. استنى بس ايه، نقص اخر الحته دي بالزراديه. مش عارفه اقصها. جدعان بص، تحفه. مقفوله ما بتتفتحش بتاعت العروسه اهي. تعالوا نعمل دي كمان، بس دي بقى ايه، نعملها باللولي لعيد ميلادي بعد 3 شهور. حاسه ان اللولي هيكون كبير، مش عارفه ليه، بس ماشي يعني. دوريه بسرعه عشان احنا بنخرب الدنيا. نحط ايه بقى؟ اللولي بسرعه ماشي اهي. النضاره دي كمان. الاتنين مفيش اسهل منهم بامانه. اختاره الله لنا هو خير لنا، حتى لو كان عكس رغبته. كل اختياراته صالحة، حتى لو كنا ما بنفهم كل أسبابه.